السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد زي ما انتم شايفين لأول يوم دراسة. ان شاء الله سنة سعيدة عليكم وعلى اولادكم. دايما يا رب تبقوا فرحانين باولادكم وتشوفوهم متفوقين دايما. طبعا احمد كي جي وان السنة دي بقى واول سنة ليه. يعني احمد مش قادرة اقول لكم كان قد ايه متوتر وقد ايه خايف، لان هو بيحبش ينفصل كتير عني او ان هو يخرج من البيت كتير، بعكس ايتن خالص. زي ما انتوا عارفين ايتن بتبقى دايما متحمسة للحاجات الجديدة يعني. زي ما انتوا شايفين انا كده قمت بدري قبلهم، كنت مديهم دش من بالليل وخليتهم ناموا بدري. قمت حضرت كل حاجة، حضرت اللبس وحضرت اللانش بوكس، وبعدين صحيتهم زي ما انتوا شايفين عشان يلبسوا بعد ما كنت جهزت كل حاجة عشان بس نكسب وقت. طبعا قبل ما نمشي نزل احمد سلم على تيتا احمد، تيتا في الدور اللي تحت، ونزل طبعا اخد مصروفه وصبح عليها قبل ما نمشي. وبعدين ايه قلنا يلا بقى عشان يلحقوا كده ايه النهارده المفروض ان بيبقى فيه حفلة عشان احمد اول يوم ليه في المدرسة. فاحنا بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، خرجنا من البيت. احمد هنا بقى ايه، انا على بال ما دخلت اجيب الشنطة بتاعتي، احمد بقى ايه راح عشان يلعب في التراب. يعني راح يلعب في الرمل وعادي، ما فيش مش فارق معاه اي حاجة، او مدرسة او كده. هو دلوقتي عايز يستمتع، بس ايه ان الباب اتفتح هو خرج للشارع فعايز يلعب في الشارع. زي ما انتوا شايفين بقى هنا كده ايه، انا الحمد لله نقصت الموقف، طلعت بسرعة. لقيت احمد بقى ايه خلاص كان فاضل شوية هيبهدل نفسه. قلت له لا مش هينفع خالص كده، لما نيجي ان شاء الله نبقى ايه نرتاح شوية وتبقى تنزل تلعب. هو بيحب يلعب مع اصحابه في الشارع، يعني عندنا جيران في الشارع ولاد من سنه بيحب قوي ان هو يلعب معاهم. زي ما انتوا شايفين هنا ركبنا بقى العربية كده، وبعدين قلنا ايه يلا بقى علشان نلحق ايه الحفلة بقى قبل ما تبتدي. هما بيستقبلوا الأطفال اللي في سن أحمد اللي هي مرحلة كيجي أول يوم في الدراسة يعني بحفلة شخصيات كرتونية وحاجات لطيفة كده عشان ايه يحببوهم في الدراسة. على فكرة ايتن مش هتبتدي دراسة النهاردة خالص، يعني المفروض أحمد هيبتدي الحد وايتن هتبتدي الاتنين، بس انا يعني عملت استثناء كده، استأذنت المديرة بتاعة المدرسة وقلت ان انا عايزة اعمل لاحمد انفصال امن عشان بس ما يتعبش او نفسيته تتعب او كده. فهي يعني وافقت يعني الحمد لله. وبعدين ايتن هتقعد معاه في الكلاس بتاعه النهارده، يعني هي مش اصحابها مش رايحين، هي بس رايحه كده ايه تشجيعا لاحمد يعني. زي ما انتوا شايفين بقى احنا كده ماشيين في الشارع. انتوا عارفين احنا في محافظة اسماعيلية. زي ما انتوا شايفين ايتن بتصور بقى. عايزة اقول لكم ايتن من النوع المتحمسة قوي لموضوع القناة والتصوير وكده، يعني دايما بتسألني يا ماما احنا واصلين لفين، احنا عندنا كام مشترك. يعني دايما مهتمة. عايزة اقول لكم ان انتوا تشجيعكم لينا ويعني وآرائكم دايما يعني بتبسطنا جدا، واحنا اكيد مش هنكبر غير بيكم. فدايما محتاجين دعمكم، يعني دايما ما تبخلوش علينا، اضغطوا لنا لايك واكتبوا لنا كومنت جميل كده منكم، وقولوا لنا دايما يعني ايه حابين نقدم لكم نوعية فيديوهات. اكتبوا لنا ممكن افكار نعملها. اي اسئلة دايما شجعونا وتواصلوا معانا، دي حاجة بتسعدنا جدا يعني. عايزه اقول لكم اسماعيليه طبعا انتوا عارفين ان هي ملقبه بباريس الصغرى، لان اسماعيليه من المحافظات الهاديه جدا، محافظه جميله جدا. مفيش زحمه، مفيش تكدس، عدد السكان فيها مش كتير مقارنه بالمحافظات التانية. شوارعها هاديه في كل حاجه. اسماعيليه جميله، العيشه فيها مريحه جدا للناس اللي بتحب الهدوء، يعني الناس اللي بتحبش الزحمه والضجه دايما. محافظة اسماعيلية محافظة مناسبة قوي اليوم يعني. زي ما انتوا شايفين احنا خلاص هنا كده كنا قربنا نوصل للمدرسة. عايزة اقول لكم احمد قال لي كلمة زعلتني قوي، بيقول لي ماما انا حاسس ان انا عايزة اعيط. لما باجي اشوف المدرسة هنا ببقى حاسس ان انا عايزة اعيط، لان انا دايما كنت ساعات باخده معايا واحنا بنوصل ايتن السنين اللي فاتت، يعني قبل ما هو هيبدأ معاه. فزي ما انتوا شايفين كده بقى احنا خلاص كده داخلين على المدرسة بتاعتهم. طبعا انا بحاول اشجعه طول الطريق، اقول له ما تقلقش المدرسة جميلة كده يعني. احنا هنا كده بقى زي ما انتوا شايفين وصلنا خلاص المدرسة. عايزة اقول لكم بقى ان المدرسة كانت عاملة لهم كده شوية ديكور حلو قوي بره،
وكانت عامله لهم فوق في الكلاسات، وكانت جايبه لهم شخصيات كرتونيه، حاجه كده تشجيعا ليهم يعني ان هما ايه، يبداوا يوم كده، وفي تحفيز ليهم يعني بحاجه هما بيحبوها. بس عايزه اقول لكم في نفس الوقت احمد ما كانش فارق معاه خالص كل الكلام دوت. ايتن هي اللي كانت مبسوطه. عايزه اقول لكم ايتن في سن احمد يعني، وهي رايحه كي جي 1 كانت هي اللي متحمسه قوي لكل حاجه، هي اللي بتجهز لبسها، ما نامتش اليوم ده من كتر ما هي كانت فرحانه عايزه تصحى تروح المدرسه. كانت مهتمه بكل حاجه، بشنطتها بلبسها. بتختاره. احمد عكسها خالص يعني، ما اساله انت حابب شنطه شكلها ايه او حابب اجيب لك ايه، لا عادي مش فارق معاه، اي حاجه بجيبها هو راضي بيها وعادي مش فارق معاه حاجه يعني. زي ما انتوا شايفين بقى ايتم متحمسه هنا، واحمد عنده شويه توتر كده وقلق. عايزه اقول لكم كان في اطفال بتعيط الصبح من سنه جامد. فانا كنت خايفه عليه ان هو يشوفهم فيخاف فيقلدهم ويعيط زيهم. فانا كنت بحاول ان انا ملفتش انتباه قوي ليهم يعني. زي ما انتوا شايفين بقى هنا، طبعا احنا واقفين في الطابور دوت قدام المدرسه، لان المدرسه كانت عامله كده ورقه فيها طلبات ليهم بقى، زي ما انتوا فاهمين بقى باقي المدارس. لازم طبعا كل ام بتسلم الطفل بتاعها بالاي دي بتاعه، وتسلم بقى الطلبات اللي المدرسة طبعا طلباها وهم بيراجعوا وهم بيستلموا الطفل. فانتوا فاهمين بقى النظام بتاع المدارس المرهق ده. هنا بقى فضلنا واقفين شوية كده، زي ما انتوا شايفين كان في زحمة وكان في شوية قلق، كان في اطفال بتعيط. ويعني تمام، كنت انا مع احمد بحاول اطمنه بقى عشان ما يقلقش. زي ما انتوا شايفين هنا بقى ايتن ايه هي اللي كانت مبسوطة قوي بالديكور اللي هما عاملين لهم بره دوت. ومبسوطة ان هي هتقضي معاه بقى اليوم فوق في الكلاس، طبعا مش هيبقى في دراسة ليها النهاردة، هي رايحة يوم ترفيهي كده يعني. لان هما يوم الحفلة بتاعة الجيجات دي المفروض هما ما بيحضروش، لان هما خلاص عدوا المرحلة دي يعني. زي ما انتوا شايفين بقى هنا انا دخلت بيه الريسبشن، عشان الاطفال اللي كانت بتعيط بره كان صوتها مزعج جدا، وكان ممكن تقلقه اكتر. انا دخلت بيه الريسبشن هنا، قلت على البال بس ما يخلص الامهات كلها تسلم الاطفال والدنيا تهدى، فخلاص انا هطلعه بقى في المرحله الاخيره ان انا اكون اطمنت عليه ان الدنيا تمام يعني، عشان ما اروح ما اقلقش. قاعد هنا حتى لما كنت بقوله بصلي عشان اصورك كان رافض، وكان في حاجه قلقاه كده يعني، سن التوتر كده. هنا بقى تمام انا اطمنت عليهم خلاص كده وطلعتهم. وبعدين راجع بقى علشان انا طبعا هنا سايبه ايسل وسايبه ايلين الاتنين نايمين. فانا بوديهم، والمشوار ما بيكملش دقايق، المدرسة قريبة من البيت. فبوديهم وبرجع بقى ايه على طول زي ما انتوا شايفين. طبعا هستنيكم زي ما قلت لكم تشجعوني وتكتبوا لي ارائكم. وسنة سعيدة يا رب عليكم وعلى اولادكم جميعا، ان شاء الله تشوفوهم متفوقين دايما وفي اعلى